اللي يقولك بعد كده نحتاج شرايح لحمه للشاورما قولي له ده كان زمان. لو بتحبوا الشاورما لازم تجربوا الوصفه دي. ولو اول مره بتشوفي قناتي انا مطبخ يسر اعملي اشتراك ولايك وفعلي الجرس واعملي شير كمان عشان يوصلك مني كل جديد. ويلا بينا نشوف ايه الجمال ده عملناه ازاي. اول حاجه في طاسه على النار فيها مكعب من الزبده نزلت عليه بالزيت يسخنوا مع بعض، وهنزل بحته اللحمه المفرومه وهفتت كده اللحمه المفرومه لحد ما تديني اللون البني، وانزل عليها بالبهارات ملح فلفل اسود بهارات لحمه، ربع معلقه صغيره قرفه بابريكا مدخنه، نص معلقه صغيره من الجنزبيل، 7 بهارات، سماق، معلقه كبيره من الصويا صوص، معلقه كبيره من الخل. وهقلب بقى كل المكونات دي كده مع بعضها، وبعد كده هنزل بشرايح البصل وشم الريحة والجمال. هنديها كده تقليبة وهسيب كده اللحمة مع البصل مع التوابل كده دقيقة يدبل بس كده ثواني، وبعد كده هنزل بفصين من الثوم مفرومين وهديها تقليبة، وبعد كده هنزل بشرايح من الطماطم وهقلب كل المكونات دي مع بعض، وابقى مجهزه كده معلقتين كبار من الطحينه وهقلبهم كده مع حبه ميه، وهنزل على الشاورما كده بتاعتنا، وبعد كده هنزل بحبه من البقدونس. لو جربتوها بصراحة يعني مش هتخسري، في منتهى الجمال الطريقة دي وموفرة وجميلة قوي. كده بقت جاهزة معانا الشاورما، وانا هنا كنت محضرة سلطة الطحينة. هجيب كده العيش وهدي دهنة كده في العيش من تحت كده بالطحينة، وبعد كده هضيف الشاورما بقى اللي احنا عملناها مع بعض، وبعد كده هضيف طحينة تاني. في منتهى الجمال الوصفة دي، ولازم تجربوها ولازم تقولولي ايه رأيكم فيها وتكتبولي في الكومنتات. وصفة سهلة وسريعة واعمليها بقى، والولاد هيفرحوا بيها جدا، والطعم بتاعها مش هتفرقيه عن الشاورما العادية اللي هي بشرايح اللحمة. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم. مع السلامة واستنوني في فيديوهات جديدة.